عمرك شفت قطة ماشية بالليل واللي شد انتباهك مش خطواتها، لا، عيونها اللي بتنور في الضلمة؟ المشهد ده يمكن عدى قدامك كذا مرة، بس فكرت ليه؟ إزاي عيون القطط بتلمع كده؟ هل ده سحر ولا في سر علمي ورا الموضوع؟ النهاردة هنعرف سوا السر اللي محدش واخد باله منه. تابع معايا للنهاية. طيب، لو هنبدأ نفهم اللي بيخلي عين القطة تلمع، لازم الأول نعرف هي عاملة إزاي من جوه. عين القطة مش زي عين الإنسان، شكلها من بره بيبان لطيف وعادي، بس جوه في تفاصيل عبقرية بتخليها تشوف في الضلمة كأن النور مولع. أول فرق مهم، عدد الخلايا اللي جوه الشبكية. شبكية عين الإنسان فيها خلايا مسؤولة عن الألوان واسمهم كونز، وخلايا مسؤولة عن النور والضلمة واسمهم رودز. القطط بقى عندها عدد رودز أكتر مننا بكتير، يعني ببساطة هي بتشوف النور الضعيف أحسن مننا ب6 ل8 مرات. بس ده مش كل حاجة. لو ركزت في شكل بق عين القطة الحدقة، هتلاقيها مش دائرية زي بتاعتنا، لا، شكلها عامل زي الشط الطولي، زي خط رفيع كده بيتمدد ويتقلص حسب كمية النور. ده بيديها تحكم دقيق جدا في كمية الضوء اللي داخل. يعني في عز الضلمة البؤبؤ بيتفتح على الآخر علشان يدخل أكبر قدر من النور، وفي النور الشديد بيتقفل الشق الصغير جدا علشان يحمي العين، زي كاميرا بتظبط الإضاءة تلقائي. كمان القطة عندها حاجة مميزة جدا، جفن داخلي شفاف، والله اسمه الغشاء الراف أو nictitating membrane. ده بيساعدها تحافظ على رطوبة العين وينظفها من غير ما تضطر ترمش، وده مفيد جدا وقت الصيد. كل ده جميل، بس لسه ما وصلناش للسر الكبير اللي بيخلي عين القطة تلمع. مش مجرد إنها شايفة كويس في الضلمة، فيه طبقة معينة ورا الشبكية، طبقة مش موجودة في عين الإنسان، والطبقة دي هي البطل الحقيقي في القصة كلها. اسمها العلمي تابيتم لوسيدوم، وده اللي هنتكلم عنه في الجزء الجاي بالتفصيل، وهنشوف إزاي بيشتغل وبيخلي العين تلمع كأن فيها نور من جوه. بس قبل ما نروح للجزء اللي بعده، تخيل إن كل اللي احنا بنشوفه على إنه غريب أو مرعب هو في الحقيقة تصميم عبقري ودقيق معمول لحماية مخلوق بيعيش وسط الضلمة. استعد بقى، لأن اللي جاي أغرب وأحلى. اللي حصل لحد دلوقتي كان تمهيد، لكن دلوقتي جايين للسر الحقيقي، السر اللي بيخلي عيون القطط تلمع فجأة في الضلمة كأن جواها نور. السر ده اسمه تابيتم لوسيدوم. اسم غريب صح؟ بس المعنى بسيط جدا. الكلمة دي جاية من اللاتيني ومعناها الطبقة اللامعة. الطبقة دي موجودة فين؟ ورا الشبكية، بالضبط في الجزء الخلفي من العين. بتشتغل زي المرآة، بتعكس الضوء اللي بيدخل جوه العين وترجعه تاني للشبكية. يعني لما ضوء ضعيف يدخل عين القطة ويمر على الشبكية، لو الشبكية ما قدرتش تلتقطه كله، التابيتم لوسيدوم بترجع النور تاني، كأنها بتدي الشبكية فرصة تانية تمسك النور. وطبعاً لما ده يحصل، القطة تقدر تشوف في الظلمة أكتر من أي كائن تاني. يعني لو أنت شايف نقطة نور خفيفة، القطة شايفة المشهد كامل. بس مش بس كده، لما يجي نور خارجي زي فلاش كاميرا أو كشاف ويخبط في عين القطة، بيرتد من الطبقة دي ويطلع النور من عينها كأنه شعاع صغير. وهنا بتحصل اللمعة الغريبة اللي بتخوف ناس كتير، بس اللي يخوف في شكله هو في الحقيقة نظام بصري معجزة. بص كده على الفكرة دي من زاوية تانية. عين القطة مش بس بتستقبل النور، دي كمان بتخزنه وتعيد توجيهه علشان تحصل على أقصى استفادة. وفي معلومة صغيرة بس مهمة جدا، مش كل القطط عيونها بتلمع بنفس اللون. اللون اللي بيظهر بيعتمد على نوع القطة، لون عينيها وتركيبة الطبقة دي نفسها. يعني ممكن تلاقي قطة عينيها بتنور أخضر والتانية أصفر أو حتى أزرق، وكل ده طبيعي جدا. الغريب بقى إن الطبقة دي مش موجودة عندنا كبني آدمين، يعني إحنا بنفتقد الميزة دي. علشان كده وإحنا ماشيين في الضلمة بنتلخبط ونعتمد على الكشاف أو نور الموبايل، لكن القطة هي ماشية بثقة وبتشوف اللي إحنا ما نعرفش حتى إنه موجود. تخيل بقى لو عندك طبقة زي دي في عينيك، هتشوف في الضلمة وهتلمع عينيك زي عيون القطط. بس لحظة، هل ده ممكن؟
هنعرف في الأجزاء الجاية. ساعات بنشوف عين القطة بتنور أخضر، وساعات أصفر، وساعات أزرق. طب ليه؟ اللون اللي بيظهر بيعتمد على عوامل زي نوع القطة، لون عينيها، كمية الصبغة اللي جوه العين، وزاوية النور اللي بيجي عليها. يعني باختصار ده طبيعي ومش حاجة تقلق. الغريب إن مش القطط بس، في حيوانات تانية برضو عندها الطبقة السحرية دي، زي الكلاب، الضباع، الدببة، الغزلان، الألبوم. كلهم عندهم نفس الطبقة دي علشان تساعدهم يصطادوا أو يهربوا في الضلمة. إحنا كبني آدمين ما عندناش تابيتوم لوسيدوم، علشان كده نظرنا بالليل ضعيف جدا مقارنة بالقطط. بس العلم حاول يقلد الطبيعة، وبدأوا يصمموا كاميرات رؤية ليلية بنفس فكرة العين بتاعة القطة. يعني ممكن نقول إن القطة ألهمت العلم. في النهاية عيون القطط مش بتنور بس علشان شكلها حلو، هي معمولة كده علشان تعيش، تصطاد وتتأقلم في الضلمة. واللي حصل ده مش سحر، ده علم وخلق ربنا العظيم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك سؤال محيرك اكتبه في الكومنتات وهنجاوب عليه في فيديو جاي إن شاء الله.